أنا وإخواني في جامعة علماء الأزهر والغيارة من علماء الجامعة وغيرها، نحن يعتصرون الألم منذ أن سمعنا بالأمس أن ضابط برتبة عميد مجرم ويضرب الأستاذ ويسب الدين للطلبة ويضرب طالب داخل المدرج، وإلى الآن لم نسمع نكيرا ولا صريخا على الأمة وكرامتها والجامعة وشرفها والدين ورسالته وموضوعه. هذه والله السكوت على تلك الجريمة جريمة أخرى تتضاعف ساعة بعد ساعة، لأن هذا إعلان باستحقار دين الأمة وإعلان باستحقار كرامة الأساتذة وكرامة الأزهر بخاصة. إن عميد مجرم يسب الدين صار كافرا بيقين، عميد أو غير عميد كافر وخائن، لأنه يتقاضى راتبه من أمة أرادت منه أن يصون لها معالم حياتها، وأول معلم من معالم حياتها أن يوقر لها دينها، فينقلب انقلابا فوق انقلاب ويسب الدين. والله جريمة لن يغفرها التاريخ ولن يغفرها الله رب العالمين إلا إذا غسلت الأمة بجميع أصنافها. نقول لإدارة الجامعة ولغيرها: لا بوركت أمة يهان فيها دينها من بعض عساكرها، وأول معالم الإهانة أن تغزى ديارنا على هذه الصورة وتضرب بناتنا ويهان أبناؤنا ثم يهان على رؤوس الأشهاد علماؤنا بعد ديننا. فلا كرامة لأمة يفعل فيها مثل هذا بغير نكير، وما يقرر داخل الأزهر مثل ما يقرر داخل الجامعة وكل جامعة. الأزهر وخلفه الجامعات هو عنوان الأمة وهو سواد قلب الأمة. لا كرامة لأمة ما لم تتحرر الجامعة الأزهرية أولا والجامعات من سطوة الانقلابيين وغيرهم، ويعطى الأزهر حقه في إدارة أمره وقيادة أبنائه. ماذا يغني عنا أن نمتحن وديننا مهان؟ ماذا يغني عنا دراساتنا وكرامة الأساتذة مهدرة؟ أستاذ يتقال له دكتور على نفسك من عسكري سافل عن الأدب بسوء أدبه، لا برتبته لكن بسوء أدبه، هو حقير سافل ورد أن يتطاول على أستاذ في وسط طلابه ويقول له دكتور على نفسك. قطع الله لسان هذا الضابط ولسان من رضي بعمله ولسان من يمكن له ويعاونه أو يدافع عنه بغير حق.